كتير فاكرين ان هم جالهم مقاومة انسولين علشان وزنهم زايد، ما يعرفوش ان وزنهم زاد وبيزيد بسبب ان عندهم مقاومة انسولين. البيضة الاول ولا الفرخة؟ وعلشان كده بيمشوا في اتجاه خاطئ. تاني هكرر الجملة دي، فارقة في طريقة تفكيرك. كتير فاكرين ان هم جالهم مقاومة انسولين علشان وزنهم زايد، ما يعرفوش ان وزنهم زاد بسبب ان عندهم مقاومة انسولين، وعلشان كده بيمشوا في اتجاه خاطئ، وهو يلا نقلل وزننا، عايزين نخف من مقاومة الانسولين، يلا نقلل وزننا. يلا نقلل وزننا في المطلق كده لما بتبقى هي الهدف، عقلك بيبقى مستعد يستقبل اي طريق يقللك الوزن بسرعة وبأقل مجهود وبأكتر كمية طعام ممكنة. وده بقى بيفتح الباب يعني على آخره للنصب والادعاء والحباية السحرية والمشروب السحري والأكل اللي بيخسس ومعرفش ايه اللي بيسد النفس ومعرفش ايه اللي بينزل الدهون من الأكل وما بتتهضمش وغيره 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 كتير. رؤية مشوشة فصعبت الدنيا، أو صعبت الدنيا عليكي وبقيتي تايهة وسط الدعاية الكتير ومش عارفة ايه الصح والغلط، وبتتعلقي بحبال دايبة، وأي حد ياخد عقلك يمين أو شمال. لو هو عامل دعاية حلوة وكاتب كام كلمة حلوين ومرمقين، ماشي بنفس التوجه وبنفس الرؤية دي. وعلشان عايزة تقلي وزن يبقى نعمل ايه؟ نقلل الأكل ونزود حركة. دايت عجز السعرات المنطقي جدا، واللي بيقول لو الجسم بيصرف عدد سعرات معينة يوميا على العمليات الحيوية الأساسية، واللي هي تجديد الخلايا، تدفئة الجسم، الشغل بقى بتاع القلب والكبد والأعصاب والمخ والهضم وخلافه، دي اسمها العمليات الحيوية الأساسية. طيب لو الجسم بيصرف عدد سعرات معين على العمليات دي، إذن لما أديله أكل أقل من السعرات اللي هو محتاجها دي، وأزود أنا نشاطي كمان يعني أصرف سعرات أكتر، يبقى النتيجة المنطقية ان هو هيحرق من الدهون اللي متخزنة فيه واخس. صح؟ جود جوب كده، تمام جدا، برافو، حلوة الفرضية دي، حلوة. يلا نعتمدها كسياسة وتوصيات أساسية لعلاج السمنة في دستور التغذية للولايات المتحدة الأمريكية، واللي هتقلدها بعدها أو هتقلدها في دساتير الأغذية في دول العالم المختلفة بعد كده. فرضية، منطقية، رياضية. هو يا جماعة ربنا خلق جسم الإنسان بمنطقنا إحنا ولا بمنطقه هو؟ طيب هو يا جماعة الفرضية دي ليها إثبات علمي تجريبي، أبحاث وتجارب يعني اتعملت على البني أدمين وأثبتت الكلام ده، ولا هي مجرد فرضية رياضية؟ لا الحقيقة هي فرضية رياضية عجبانة، يعني عارفة تدخل الدماغ كده، منطقية قوي، مفيش أبحاث علمية حقيقية عليها تثبتها. تخيلي. أنا بس عايزة يعني أنا بقف قدام الكلام ده عاجزة عن التفسير، عاجزة عن يعني إدراك اللي حصل فينا. يعني نظام عجز السعرات اللي انتوا صدعتونا بيه من 1977 ملوش أساس علمي؟ والله ملوش أساس علمي. ما عملتوش عليه تجارب؟ لا والله ما عملناش عليه تجارب. يعني هو مجرد فرضية نظرية رياضية فعلا. والله حسبة كده، معادلة حلوة اهو هندخل. الجسم بيحرق 2000 سعر على عملياته الحيوية، يبقى احنا ندخله 1500 سعر، وكمان نلعب شوية رياضة يصرفوا لنا كام سعر، يبقى الفرق دوت اكيد الجسم هيروح يجيبه من الدهون اللي متخزنة ونخس. ايه في ايه؟ منطقية ايه ولا لا؟ طيب ده اول مسمار في نعش نظام عجز السعرات، تمام، ان هي فرضية رياضية منطقية ملهاش اي ابحاث او اساس علمي. يلا بقى نكمل باقي الدق معايا، تعالي ده انا هوريكي بلاوي في السيشن دي. نظام عجز السعرات بيفترض ان الطاقة اللي الجسم هيصرفها على العمليات الحيوية الأساسية ثابتة طول الوقت، وعلشان كده لما دخل سعرات أقل هخس. إنما بالتجارب بقى وبالكيمياء الحيوية العلماء وجدوا إيه؟ وجدوا إنك لما بتقللي السعرات الداخلة لجسمك، جسمك كمان بيقلل الإنفاق على العمليات الحيوية الأساسية،
خدي المفاجأة بنفس المعدل تقريبا اللي قللتي بيه سعراتك. يعني جوعتي نفسك وبهدلتي جسمك على الفاضي. وده بيفسر ليه ناس لما بتقلل سعراتها قوي بتبدأ تبرد وترتعش، يحصل دوخان أو دوخة وهمدان، تعب. في الحالات الشديدة ممكن توصل للهذيان وتباطؤ في وظائف الجسم الأساسية، زي ما حصل وأثبت في تجربة مينيسوتا واللي بدأت سنة 1944، واللي درسوا فيها تفصيليا تأثير تخفيض السعرات على جسم الإنسان. والتجربة دي أثبتت بما لا يدع مجال للشك إن تقليل السعرات بيدخل الجسم في حالة تسمى الستارفيشن مود، أو ما يدعى بمود التجويع. ساعتها الجسم بيتعامل على إن في طعام بيقل وهيفضل يقل، فنهدى كده ونبطئ إحنا كمان الصرف علشان المخزن ما يخلص بسرعة، والمخزن في حالتنا دي اللي هو الدهون. وفي نفس الوقت يلا نهيئ الجسم انه يبقى مستعد ياكل اي حاجة تيجي قدامه، فنعلي هرمون الجرينين المسؤول عن احساسنا بالجوع، ونقلل هرمون الليبتين اللي بيسرع احساسنا بالشبع، علشان نفورس او ندفع الانسان ده انه ياكل، لاننا في مجاعة وهنموت كلنا. جسمك بيتعامل مع الامر كده وبيفهم الامر كده، مش بيفهم ان انتي عاملة دايت والاكل متوفر وخير ربنا كتير، لا، ده الميكانيزم اللي اتخلق فيه في الجسم نفسه للحفاظ على بقائه. هو مش اهبل ولا عبيط علشان يقعد يصرف ما في الجيب ويبعزق لحد ما يأتيه ما في الغيب. هو شايف تغذية بتقل وهيبدأ يستهلك من المخزن وداخلين على مجاعة، فطبيعي يقلل استهلاكه لأقل حد ممكن. انت بقى تسقعي، تكرمشي، تضعفي، شعرك يقع، جلدك معرفش يحصل له ايه، دي بالنسبة له يعني هوامش، دي حاجات ثانوية، ده مش أهم بالنسبة له من انك تفضلي عايشة وقلبك بيدق وعارفة تتنفسي وأعضائك شغالة حتى لو بنص كفائتها. انت في الوضع ده بتبقي بتحاربي هرموناتك حرفيا، طول الوقت مستهلكة في انك تمنعي نفسك تاكلي وتتحملي التعب والإرهاق اللي انت فيه، وده وضع ضاغط جدا على أعصابك وبيهدد بالسقوط في أي لحظة. وعلشان كده بتبقي مستنية يوم الفري بفارغ الصبر وكأنه المنقذ وتدبيها بقى في اليوم ده. فالفرضية بتاعت انك لما تقللي سعراتك الداخلة من الاكل جسمك هيفضل يصرف نفس اللي كان بيصرفه وانتي بتاكلي سعراتك كاملة، فرضية غير صحيحة. ومش تجربة مينيسوتا بس اللي اثبتت خطأها، لا، تجارب تانية كتير اكتر مما تتخيلي ومعروفة في اوساط المجتمع العلمي. الكارثة بقى بجد، دي كارثة. الكارثة ان الجسم في الوضع ده قلل معدل استهلاك الطاقة اللي بيصرفها على الوظائف الحيوية الأساسية زي ما قلنا. يعني لو في العادي بتاعك انت معدل استهلاكك للسعرات 2000 كالوري مثلا، انت بحركة التجويع دي الجسم نزلهم ل 1400 تقريبا، وبيفضلوا كده معاكي لسنين قدام حتى لو وقفتي الدايت. تخيلي الكلام ده مثبت علميا، انا مش بفتي، الكلام ده مثبت علميا بتجارب علمية. وكأن جسمك بيعاقبك علشان جوعتي، هو الحقيقة مش بيعاقبك، هو ما بقاش واثق فيكي، ولسان حلو يقول المجنونة دي ممكن تجوعنا في أي وقت فخد حذرك. هو مش بيعاقبك ولا حاجة، هو خايف تجوعي تاني، خايف يدخل مجاعة تاني، فبياخد احتياطاته. فبعد كده لما بتوقفي الدايت وترجعي تاكلي عادي 2000 كالوري تاني زي ما كنتي، فانتي بتاكلي زيادة عن حاجاتك وحاجات جسمك، فجسمك هيروح يحوشهم فتتخني تاني، فتقومي عاملة نظام عجز السعرات تاني بشكل أقصى من الأولاني علشان أخس، عشان تبقى عندي إرادة، فتقومي تقلي مثلا ل900 بدل 1400 بقوا 900، وتوصلي للوزن اللي انت عايزاه وتوقفي، فترجعي تتخني تاني لحد ما توصلي لمرحلة الحضيض. ودي أنا شفتها كذا مرة، مرحلة الحضيض اللي هو إيه؟ انت محتاجة تاكلي 500 سعر بس في اليوم وتتعاملي على كده طول حياتك مع الجوع والتعب والإرهاق بتوع 500 سعر دول علشان تعرفي تنزلي في الوزن، وياريت حتى تعرفي تنزلي كويس. يعني الكلام ده حاصل وبيحصل كتير،
وبنات كتير دخلوا في السايكل المرعبة دي، أنا بسميها سايكل مرعبة حقيقي، وجسمهم وصل لحالة من الإرهاق والاستنزاف، ولسه برضو مصممين على دايت السعرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. أصل إحنا اللي ما عندناش إرادة. أصل أنا بقى المرة الجاية لما أمسك نفسي جامد أنا هوصل. طب وبعد ما بتوصلي ما انت بترجعي تاني. يعني ده ما وجهش تفكيرك لحاجة ان في حاجة غلط. دايما بنجيب الغلط في نفسنا، اصلا اللي ما عنديش إرادة. لا، مش انت اللي ما عندكيش إرادة، الدايت اللي انت بتتبعيه هو اللي غلط، هو اللي مش مناسب لجسمك. ارادتك في ايه؟ ارادتك في ان انت تفضلي طول الوقت بتحاربي هرموناتك. انت فاهمه يعني ايه الجسم بيفرز لك هرمون جوع روحي كلي؟ فاهمه قوه حاجه زي كده ازاي؟ مهما حاربتي، مهما قاومتي، مهما صمتي، هتقعدي قد ايه؟ هتقعي، هيجيلك وقت وتقعي. ما حدش بيحارب جسمه وبيفلح، ماشي؟ دي قاعده عندي، ما حدش بيحارب جسمه ويفلح. عايزه تفلحي امشي مع جسمك، افهميه وامشي معاه. طيب، اعتقد كده احنا نسفنا نظام السعرات وضربناه في مقتل. بس استني، خدي التقيله بقى، يعني دي التقيله بجد. بصي بقى، هما بيقولوا لك ايه؟ قللي سعراتك ووزعيها على مدار اليوم في 5-6 وجبات. يعني ما شاء الله انسولين عالي طول الوقت كمان. يعني مش بس الجسم، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني مش بس تجويع، لا ده تجويع وانسولين عالي. يعني ده كوكتيل، يعني كوكتيل ابن لذينه، مش متخيله. دايت السعرات كمان فيه مشكله جوهريه جدا، وهي ان كل الكالوريز او السعرات بالنسبه له سواء. يعني ايه؟ يعني ال100 سعر اللي بتاخديهم من شويه بيبسي مثلا بالنسبه لنظام السعرات ده زيهم زي ال100 سعر اللي بتاخديهم من شويه مكسرات. وده مش حقيقي. كيمياء جسمنا بتتعامل مع البيبسي بشكل غير خالص ما بتتعامل مع المكسرات. الاتنين، البيبسي والمكسرات، بيفرزوا انواع هرمونات مختلفة بدرجات متفاوتة. البيبسي مثلا هيعلي الانسولين جدا في السماء وبيستدعي تخزين الدهون، هيقلل هرمون الليبتين المسؤول عن الاحساس بالشبع، فيحصل لك نهم للاكل اكتر. في حين ان مع المكسرات الانسولين هتفرز اقل، ويمكن هتفرز اقل ما يمكن، وهرمون الليبتين هيوصل للمخ اسرع، فيعلي الساتايتي بتاعتك او الساتسفاكشن بتاعك، فتبقي حاسه بالشبع وبالرضا عن الجوع اللي انت اكلتيه بشكل اسرع. حاجه كمان، شوية البيبسي ما فيهمش أي فايدة تذكر للجسم. يعني 100 كالوري خاليين من أي قيمة، بل ومضرين، وهيساعدوا إنك تخزني دهون تفقديها. في حين إن المكسرات مليانة فيتامينات ومعادن ودهون أساسية وبروتينات ونشويات مفيدة اللي هي الألياف، وبتعلي الإحساس بالشبع وتساعد كمان على حرق الدهون المخزنة. يبقى ازاي بقى نتعامل مع انواع الطعام بالسطحية المخلة دي، ونتعامل مع كل السعرات على انها سواء؟ لا، مش زي بعض، لا في تعامل الجسم معاهم ولا في فايدتهم. السعرات مش زي بعض. في سعرات بتوجه الجسم انه يخزنها، وفي سعرات بتوجه الجسم انه يحرقها. في برنامج شهير في امريكا اسمه The Biggest Loser، الخاسر الاعظم، رياليتي تي في شو، اللي هو البرامج اللي بتصور الناس 24 ساعة ديت في حياتهم. البرنامج ده بيستمر لمدة 3 شهور، بيستهدف او المشتركين فيه بين الناس اللي عندهم سمنة مفرطة جدا، يعني البي ام اي بتاعهم يعني فوق ال30 بكتير. الهدف ان المشتركين دولت في خلال ال3 شهور ينزلوا وزن. تمام، طبعا بيبقى معاهم اشهر مدربين التغذية والرياضة، بيبقى معمول لهم نظام غذائي يعني محسوب على الشعرة. تمام، ونظام غذائي صارم جدا، ونظام تمارين شاقة جدا، وبيفضلوا كده 13 اسبوع كامل، يعني 3 شهور تقريبا، دايت ورياضة ونوم ولايف ستايل مظبوط على الشعرة. تمام، وفي اخر ال3 شهور بيشوفوا مين اكتر واحد خس. الجميل ان هم كلهم فعلا بيبقوا خسوا بشكل رائع، والسيزون اللي بعده بيجي متسابقين جداد، وهكذا. البرنامج ده مشهور جدا وناجح جدا، واستمر كذا سيزون في امريكا. ومن التقاليد في الشو او في البرنامج ده ان يتعمل ريونيون او اجتماع سنوي بين كل المشاركين الجداد والمشاركين القدامى اللي خسوا على مدار السيزونز بتاعه عرض البرنامج. بس للأسف ولا مرة عملوا الاجتماع ده. عارفة ليه؟ عارفة ليه؟ متوقعة؟ طيب ليه؟ قولي. علشان أبطال السيزونز اللي فاتت تخنوا تاني، بيرجعوا يتخنوا تاني.
في خلال 2 بالكتير بيكونوا اكتسبوا كل الوزن اللي فقدوه تاني وأكتر منه بشوية. شوفي النسبة مرعبة قد ايه، 93% منهم بيوصلوا للحالة دي، وكلهم تقريبا حرقهم قل بمقدار 600 كالوري حتى بعد ما المسابقة خلصت ووقفوا دايت. الكلام ده كلام علمي موثق ومنشور، الكلام ده مش أنا جايبة من دماغي أو جايبة من بيتنا، الكلام ده كلام حقيقي موثق ومنشور. ليه؟ ليه بيرجعوا يتخنوا تاني؟ ليه الأمر ده متكرر قوي كده؟ ليه كل اللي بيدخلوا دايت عجز السعرات 98% منهم 98% منهم بيرجع وزنهم يزيد تاني لنفس الوزن القديم بتاعهم؟ والإحصائية دي أنا مش جايباها من عندي، 98%. النسبة دي نسبة علمية مثبتة ومبنية على تجارب شهيرة جدا اتعملت على مدار سنين، مش ارتجال من عندي. حاجة غريبة، يعني ليه تحسي ان الجسم عايز يرجع لقديمه تاني ومش عايز ينسى؟ ليه؟ انا هقولك ليه. علشان حاجة اسمها الفات بوينت، ممكن نطلق عليها بالعربي ترموستات الدهون او منظم الدهون في الجسم، ودي اللي هشرحها بالتفصيل في الدرس الجاي ان شاء الله. بس خليني اقولك، الناس دي عندها مقاومة انسولين. مقاومة انسولين انتجت سمنة مفرطة، ومقاومة الانسولين والسمنة المفرطة ما بيتحلوش بتقليل الكالوريز او بنظام عجز السعرات. مقاومة الانسولين والسمنة المفرطة مرض هرموني، خلل في هرمونات الجسم، والهرمونات لو ما تصلحتش في اي دايت بتعمليه مهما كان هيفشل، وهتتعبي على الفاضي جسمانيا ونفسيا. انتبهي معايا للكام جملة الجايين دول علشان فيهم الخلاصة، بجد فيهم الخلاصة. انتي مجالكيش سمنة علشان بتاكلي كتير، انتي بتاكلي كتير علشان عندك سمنة. انتي مجالكيش مقاومة انسولين علشان بتاكلي كتير، انتي بتاكلي كتير علشان عندك مقاومة انسولين. الفرق مهم قوي، لانك لما تدركي الفرق ده ساعتها هيخلي عينك تبقى على حل مقاومة الانسولين مش تقليل الوزن، وبالتالي هتمشي في المسار الصح لجسمك. وأشوفك على خير.